راح تخلي انطباع عند الاخر بلا انتيه تعرفي روحك مليح وعلى بالك وش تسواي، وراح يحسب كل كلمه يقولها قدامك بس تعرفي ترجعي الصرف وتعرفي تهدري وتعرفي تدافعي على روحك، وكي تفتح اي موضوع في الدنيا راح تناقشيه وتهدري فيه بس عندك ثقه في الملكه اللغويه والملكه المعرفيه والملكه الثقافيه تاعك. عندك هدومه زعما كي تقعدي ديجا لو فات كي تقعدي برك وتبداي تهضري راح يفهم الطرف الاخر بلي انت عندك كونفيونس في روحك باسكو عندك باجاج الله يبارك كبير. تسمى الا انت دوكا هاد الباجاج ما عندكش، ثقفي، قراي، تعلمي، ديري دي ريشيرش، بحثي، حاولي تفهمي، تكوني مثقفه في جميع الميادين والمواضيع. ماشي لازم تكون عندك ليسانس ولا ماستر ولا دكتوراه ابدا. الثقافه انك تثقفي وتطلعي على كل حاجه تصرى في الدنيا، هذه الحاجه راح تعزز ثقتك بنفسك، ما تنسيهاش. نروحوا لحاجه دوزيام. ثالث اهم نقطه عن صفات المراه الجذابه: ناضجه، النضج، ميور، كبيرة هنا في عقلها، مسؤولة، ريسبونسابل. ماشي من اللي نقعد وانا ماما قالت لي بابا دار لي، ماما قالت لي بابا دار لي. ايه انتي حابين نعرفوك، اهدري على روحك، اهدري على روحك. نقطع حوايجي. تحسي هكا من داخل ويهضر سويتوا النضجي كبري يا حي عليا، خسوا كبري ما انت ستكبرين كنت نشم في شعري في خماري. انضجي، اكبري، لا اله الا الله محمد رسول الله. اكبري وتحملي المسؤوليه تاع كل حاجه. حبيتي تتزوجي عمري تحملي المسؤوليه، حبيتي تقراي تحملي المسؤوليه، حبيتي تخدمي تحملي المسؤوليه. اتحملي المسؤوليه.